طبعا عشان تبدأ السنة دي صح وتكمل معاك على خير لازم تكون حاطط قواعد تمشي عليها خلال السنة دي. فتعالى أعرفك إزاي تنظم وقتك في السنة دي. يلا. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن حاجتين مهمين جدا، وهي ازاي تقسم السنة ديت لمراحل عشان ما تحسش بالملل والإحباط، وتاني حاجة وهي ازاي تقسم وقتك خلال اليوم. تعال نتكلم عن أول حاجة وهي ازاي تقسم السنة لمراحل. واحنا بنقسمها لثلاث مراحل، يعني بنبدأ تقريبا من شهر 8 وبننتهي لحد تقريبا شهر 6. فالمرحلة الأولى بتبدأ من شهر 8 لحد شهر 12، ودي بتبقى مرحلة التسخين. تبدأ في المرحلة ديتي إنك بتأقلم نفسك للمرحلتين الجايين. والمرحلة دي بتكون عبارة عن إيه؟ إنك بتبدأ تراجع الدروس بتاعتك أول بأول، وممنوع ممنوع ممنوع إنك تراكم أي درس. المرحلة التانية وهي ما بين شهر 12 لشهر 3، والمرحلة ديت بتبدأ تعمل مراجعات من البداية لحد ما أنت واقف. والمرحلة ديت بتبدأ تحل كمان في البوكلت، يعني مش بتكتفي بالكتاب اللي هو معاك العادي اللي هو بعد كل درس بتلاقي فيه أسئلة. لا، بتبدأ تجيب البوكلت. وأنا كنت قلت لك في الفيديو اللي فات إنك بتحاول تجيب، لو في حد قبلك أكبر منك في السن بتجيب البوكلتات بتاعته. فتبدأ تحل بعد كل وحدة أو بعد كل شابتر، بتلاقي فيه كده أسئلة على الشابتر كامل. فتبدأ تحل الأسئلة دي. تالت مرحلة وهي مرحلة الانطلاق، وهنا بتبدأ تعمل مراجعات كاملة من أول المنهج لآخره عشان تبدأ تهيئ دماغك إنها تستوعب الكم الكبير ده من المعلومات. وكمان بتبدأ تحل من أكتر من مصدر، يعني تشوف بوكلتات مختلفة وتبدأ تحل فيه. وكمان بتبدأ تحل امتحانات كتير جدا مع المدرسين بتوعك، بحيث إنك تختبر نفسك وتكتشف نقاط الضعف اللي عندك عشان تبدأ تحلها قبل الامتحان. نيجي لتاني حاجة وهي ازاي تقسم وقتك خلال اليوم. خلينا متفقين انك هتبدأ يومك من بعد الفجر، لان ده له مميزات كتير. اهمها انك هتحس فيه بركة في اليوم بتاعك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. تاني حاجة وانك لسه مفيش دوشة، لسه مفيش ضوضاء، تبدأ تذاكر والجو هادي. وبعدين ندخل على المرحلة التانية وهي إنك تقسم عدد الساعات اللي أنت هتذاكرها في اليوم بتاعك إلى مرحلتين. المرحلة الأولى بتبدأ تاخد نص عدد الساعات بتاعتك، يعني لو أنت هتذاكر 8 ساعات في اليوم تقسمها إلى 8 4 ساعات الصبح وأربع ساعات آخر النهار، 4 ساعات بعد الفجر وأربع ساعات آخر النهار. وأهم حاجة إنك تبدأ تنام الساعة 10 بالليل عشان تبدأ تصحى بعد الفجر تاني يوم. نيجي لآخر حاجة وهي إزاي تقسم المواد اللي أنت هتذاكرها في اليوم ده. بنقسم تقريبا المواد لثلاث أقسام: مادة سهلة بالنسبة لك، وتاني حاجة مادة متوسطة بالنسبة لك برضو، وتالت حاجة وهي المادة الصعبة برضو بالنسبة لك. بتذاكر حوالي تقريبا 3 مواد في اليوم. بنبدأ بالمادة الصعبة ثم المادة السهلة ثم المادة المتوسطة. وبنراعي في المواد اللي احنا هنختارها، مثلا هنذاكرها النهاردة الدروس اللي احنا اصلا هنروحها في اليوم ده. يعني مثلا عندي درس فيزياء وناوي اللي انا هذاكر فيزياء النهاردة، فبحط الفيزياء من ضمن ال3 مواد اللي انا هذاكرهم في اليوم ده. وبس كده يعتبر خلصنا. يا ريت تعمل اشتراك لو لسه مش عامل، وتعمل مشاركة للفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.